السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم صينية السجق بالبطاطس. طعمها تحفة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ان شاء الله لو جربتوها هتدعولي. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد مني. معايا طاسة على النار هسيبها تسخن وهنزل عليها كده بنص كيلو سجق مقطعاه زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يتشوح معايا السجق كده، بصوا انا ولا حطيت ماده دهنيه ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، دي الماده الدهنيه اللي نزلت من السجق. اول ما يتشوح معايا السجق كده وينزل الماده الدهنيه بتاعته، هكون مقطعه بصلايه كده طرنشات رفيعه وهنزل بيها كده واشوحها مع السجق لحد ما تختفي. وبعد كده هنزل بمعلقه توم مهروس واسيبها بقى تتشوح معاهم شويه. بصوا لون السجق كده اتغير، على طول هنزل عليه بنص كيلو طماطم ضربها في الخلاط. وبعد كده هنزل بالتوابل، مكعب مرقة دجاج اختياري ومعلقة ملح، فلفل اسود، كمون، البهارات السبعة، ومعلقة كزبرة ناشفة. وهنا كده معايا كام قرن فلفل فتحاهم كده وشايلة منهم البذر وهنزل بيهم. اول ما هتتسبك معايا كده وتديني اللون الحلو ده، هكون مقطعة البطاطس كده وغسلاها كويس وهنزل بيها كده على الطاسة. وبعد كده هسيبها شوية، اول ما تبك السمنة بتاعتها وتطلع السمنة بتاعتها كده على طول هقلبها في الصينية على طول. بصوا كده بكت السمنة بتاعتها، بصوا شكلها حلو ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هيكون معايا بقى صينية هفضي فيها كده البطاطس والسجق بتوعي. بصوا بسم الله ما شاء الله لونها تحفة. هيكون معايا مية سخنة كده من الكتل، هنزل عليها كده بحوالي كوبايتين مية وانا مولعة الفرن على درجة حرارة 180. على طول هدخلها الفرن، واول كده ما احس ان هي اتسبكت خالص في الفرن هفتح عليها الشوايه 5 دقايق وبعد كده هطلعها واوريها لكم. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله تحفه ازاي. هقدمها طبعا مع رز ابيض، طعمها بيبقى تحفه وبالهنا والشفا. طبعا بالنسبه لغلاء الاسعار اللي احنا فيه دلوقتي تعتبر الوجبه دي وجبه اقتصاديه جدا. الوجبه دي تاكل اكتر من 6 افراد وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.